أصدر الستارة على الجولة الأولى. يا ترى مين كان نجم الجولة الأولى في كأس عام 2026؟ هل هو ليونيل ميسي اللي دمر شباك الجزائر بهاتريك تاريخي، ولا كيليان امبابي اللي وصل تحطيم الأرقام، ولا يمكن المفاجأة كانت من نجم عربي اللي خطفت الأنظار قدام عمالقة العالم؟ الجولة الأولى في المونديال شهدت تألق أسطوري وولود نجوما جديدا، وشفنا 3 لاعبون عرب يدخلون قائمة الأفضل في البطولة ويثبتوا أن الكرة العربية قادرة على التنافس مع الكبار. تعال نتعرف مع بعض عن أفضل 8 لاعبين في الجولة الأولى من كأس عام 2026. بس قبل ما نبدأ طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب يا صاحبي وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي. يلا بينا نكمل. لنبدأ طبعا بليونيل ميسي النجم الأرجنتيني. ميسي قدم عرضا عالميا أمام الجزائر وسجل هاتريك كما قاد منتخب بلاده للفوز ب3 نظيفين. النجم الأرجنتيني لم يكتفي بقيادة منتخبه بالفوز، لكنه وصل إلى 16 هدف في تاريخ كأس العالم، وعاد الرقم القياسي لهداف البطولة التاريخي، يؤكد أنه ما زال قادر على صناعة السحر حتى في هذا العمر. أما على المركز الثاني وهو كيليان امبابي، فواصل كتابة التاريخ مع منتخب الديوك. امبابي سجل هدفين في شباك السنغال وقاد منتخب بلاده للفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، كما رفع رصيده إلى 14 هدف في كأس العالم، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي ب 58 هدف، في إنجاز جديدا يثبت أنه أحد أخطر اللاعبين في العالم. طيب يا صديقي، هتقول لي مين هم النجوم العرب؟ هقول لك تعالى. أولا وهو أيوب بوعدي، اللاعب صاحب 18 عام، فلقد قدم مباراة كبيرة أمام البرازيل، وكان أحد أهم الأسباب خروج المغرب بالتعادل ثمينا أمام السيليساو. موهبة كبيرة جعلت العديد من الأندية الأوروبية تتابعه عن قرب، وعلى رأسهم طبعا ريال مدريد وليفربول. أما على المركز الثالث انتقل إلى ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند قاد منتخب النرويج للفوز على العراق ب4 أهداف مقابل هدف. سجل هدفين في أول ظهور ليه بتاريخ كأس العالم، لبعث رسالة واضحة لجميع المنافسين بأنه قادر بقوة للمنافسة على لقب الهداف. ومن النجوم العرب أيضا الذي خطف الأنظار وهو المصري إمام عاشور. إمام قدم مباراة استثنائية أمام بلجيكا وسجل هدف عالمي في مرمى الحارس العملاق تيبي كورتوا، وساهم في خروج منتخب مصر بالتعادل ثمينا أمام أحد أقوى منتخبات العالم، يؤكد أنه أصبح من أحد نجوم الفراعنة. أما على المركز الثالث وهو هاري كين، فلقد بدأ البطولة بأفضل صورة ممكنة. كين سجل هدفين وقاد منتخب بلاده للفوز ب4 مقابل هدفين، وقدم أداء متكاملا من الهجوم والدفاع، وأثبت أنه ما زال القائد الأول للهجوم الأسود الثلاث. أما على المركز السابع وفي حراسة المرمى، كان التألق العربي الحاضر بقوة مع السعودي محمد العويس عاد لحماية العرين الأخضر السعودي وقدم مباراة بطولية أمام الأوروغواي، حيث تصدر لعديد الفرص خطيرة وأنقذ منتخب بلاده من خسارة مؤكدة ليعيد إلى الأذهان مستواه الأسطوري في مونديال 2022. وأخيرا نصل إلى المركز الثامن وهو جود بيلينغهام، رغم الشكوك قبل المباراة إلا أن نجم ريال مدريد أثبت قيمته الكبيرة وسجل هدف مهما ساعد منتخب بلاده على تحقيق الفوز، كما قدم أداء رائعا في وسط الملعب وكان من أبرز نجوم الجولة. في النهاية صديقي، الجولة الأولى من كأس عام 2026 كشفت لنا أسماء كبيرة تألقت بالفعل، وأسماء أخرى بدأت تكتب تاريخها في بطولة كأس العالم. لكن السؤال دلوقتي، من وجهة نظرك من يستحق أفضل لاعب في الجولة الأولى؟ هل ليونيل ميسي بعد الهاتريك التاريخي، أم امبابي، أم هالاند، أم أن أحد النجوم العرب مثل إمام عاشور أو محمد العويس يستحق اللقب؟ اكتب رأيك في التعليقات. طبعا لو وصلت لحد هنا يا صديقي اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس وتصلي على النبي. اشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.